الملائكة أذعنت لأنها لا تعرف حقيقة هذه المسألة وحقيقة هذا الأمر، وإنما كان اعتراضهم لأي شيء، لا أن الملائكة لا تدري ما سيجري على هذه الأرض فيما بين البشر. الملائكة تعرف وتعلم أن البشر بالنتيجة أحدهم يعتدي على الآخر، أحدهم يظلم الآخر، لكن الذي دعاهم إلى هذه المسألة أي شيء كما في الروايات الشريفة عن باقر العترة وعن صادقها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أن الله سبحانه وتعالى أطلع الملائكة فرأوا مقتل الحسين عليه السلام، رأوا مقتل سيد الشهداء، فلذلك اعترضت الملائكة من هذا الباب، وإلا الملائكة لا يعترضون على الباري سبحانه وتعالى. فقالوا إلهنا أتخلق هذا البشر، هؤلاء البشر الآدميون لا تخلقهم كي لا يقتلوا الحسين وهو حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كي لا تفجع به جده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.